واحنا شغالين. المهم احنا هنتكلم دلوقتي على الكيرنكس بروجكت ستادي بتاعتنا. آه، اول حاجه احنا بندرس المشاريع بتاعتنا ازاي، او المشاريع بتجيلنا ازاي. احنا المشاريع بتاعتنا عباره عن انت بيجيلك المشاريع بكذا طريقه. تمام. فاحنا قبل ما نتكلم عن المشاريع، والمشاريع هتبقى ايه، ان كانت ريزيدنشال كوميرشال ايا كان المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها، قبل اي حاجه احنا لازم نعرف ان احنا مهما رحنا وجينا احنا بنعدي بالستبس اللي قدامكم دي. انتوا شايفين السكرين صح؟ كله تمام؟ تمام يا باشمهندس، تمام. تمام. فاحنا الستبس اللي قدامنا دي دايما بنعدي بيها في اي مشروع بيجي لنا. اول حاجه بتجي لنا البروجكت سكوب. ده السكوب اللي انا ببقى عايز اعرف انا السكوب بتاعي في المشروع ده ايه. اي مشروع في الدنيا، اي مشروع في الدنيا، مش شرط ان انا اكون هوم اوتوميشن، اي مشروع بيشتغل، لو انا حتى مهندس مدني بعمل اي حاجه لازم اعرف السكوب بتاعي في المشروع ده ايه. بعد كده ببدا اعرف الريكويرمنت بتاعت المشروع، انا محتاج ايه اللي انا محتاجه في المشروع بتاعي. هنتكلم على كل حاجه بالتفاصيل في كل ده، بس انا هقول لكم بصوره عامه برضو الستبس دي. المهم ان انا بعرف البروجكت ريكويرمنت بتاعتي، ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجها للمشروع بتاعي. بعد كده بخش في المرحله طبعا العظيمه والقويه جدا، ودي اللي فيها مشاكل كتير، ودي اللي دايما بنتكلم عليها كتير، البروجكت ديزاين، اللي انا بعمل الديزاين للمشروع بتاعي. بعد كده بروح على الانستليشن والتستنج، ان انا بعمل انستليشن وبركب، وبعد كده بعمل تيستنج، بعد كده ببدا ابرمج المشروع بتاعي، بعد كده بفاينل المشروع بتاعي وببدا اسلمه للكلاينت. تمام. فدي الستبس الطبيعيه اللي احنا بنشتغل عليها. وطبعا في بعض الشركات بتشتغل ان في شخص واحد بيعمل الستبس دي كلها. في بعض الشركات بتتقسم لكذا ديبارتمنت، كل ديبارتمنت مسؤول على حاجه معينه. يعني بتلاقي البروجكت سكوب ده بيبدا فيه السيلز هو اللي يشتغل، البروجكت ريكويرمنت بيبدا يشتغل عليه البري سيلز، البروجكت ديزاين بيشتغل عليه قسم التندرنج، الانستليشن بيشتغل عليه قسم الاوبريشن، البروجرامنج بيشتغل عليه البروجرامرز طبعا اللي موجودين في الشركه، الفاينل تيست ده بيشتغل عليه السيلز اللي هم استلموا المشروع من الاول، او البري سيلز هم اللي بيشتغلوا عليه. فطبعا دي بتختلف من شركه لشركه، ودي بتختلف انت هتشتغل ايه في الشركه اللي انت فيها. في بعض الشركات بتبقى انت بتبقى مسؤول على كل الحاجات دي كلها من A to Z، يعني من كل حاجه فيها. في بعض الشركات انت بتشتغل في ديبارتمنت معينه بتبقى مسؤول على حاجه من الحاجات دي في المشروع. تمام. لو احنا باشمهندس هنبتدي من اسف الاول اسف اسف على المقاطعه، بس وحضرتك اللي هي السلايد دي حضرتك بتحركها ولا هي حضرتك ثابته دلوقتي؟ هي ثابته ثابته تمام ماشي. ثابته ثابته. تمام. انا كده بحرك. هو ما ظهرتش اني بتتحرك دلوقتي. كده انا حركت السلايد اللي قبليها، شايفها ولا هي ثابته؟ لا هي ثابته برضه. مم. طيب انا هعمل شير تاني. آه مش هعمل جوجل ميت ده تاني، مش هنخش في جوجل ميت ده تاني. طيب كده انتوا شايفين؟ اه تمام، يعني تمام ادينا كده. كده تمام. تمام، ممكن حضرتك بس تقلب كده، ماشي كده تمام مظبوط كده. تمام زي الفل. دي اللي احنا بنتكلم عليها. عيد تاني، دي البروجكت سكوب، ودي البروجكت ريكويرمنت، ودي البروجكت ديزاين. انا ده انتوا كده طبعا شايفين بقى اللي بيحصل لي، يعني فيو اول انا اوكي. فدي طبعا الستبس بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها. اول حاجه احنا بنقول البروجكت سكوب، ده السكوب بتاعي في المشروع. البروجكت ريكويرمنت، ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي، والديزاين والانستليشن، وبعد كده البروجرامنج، وبعد كده الفاينل اللي انا بفاينل المشروع بتاعي. واتكلمنا قلنا الديبارتمنت بتختلف من كل ديبارتمنت. فانت لو شخص شغال مثلا بري سيلز في شركه معينه هتلاقي نفسك بتشتغل في الجزئيه دي، ان انت بتبقى عايز تعرف الريكويرمنت بتاعت المشروع، وبعد كده بتسلمها لقسم التندرنج. بيبدا قسم التندرنج يعمل الديزاين ويعمل المشروع بتاعه. بعد كده التندرنج بيسلم للاوبريشن. وطبعا لو الشركه فيها كذا ديبارتمنت بتلاقي بقى الخناقات بتحصل هنا بقى، كل قسم بيتخانق مع التاني في الحاجات بتاعته. هو انت السكوب ده ما قلتليش عليه، احنا هو مش تبعنا، والجزئيه دي وكل الكلام ده. تمام. بس خلينا نتكلم على كل جزء جزء، وبعد كده آه،
نشوف احنا ايه اللي بيحصل بقى وايه المشاكل اللي بتحصل ما بيننا، وكل حاجه من الحاجات دي فيها تفاصيل طبعا. دي طبعا في السيشنز بتاعتنا هنتكلم على التفاصيل دي جزء جزء. وطبعا اللي بيحل التفاصيل دي طبعا البرودكت اللي هي اللي احنا بنشتغل بيها. ف فان الشركات اللي هتقدم معانا وهتعرض لنا السوليوشنز دي هتبقى حاجه كويسه جدا منهم بصراحه، ان هم يساعدونا في الجزئيه دي ويقدموا لنا السوليوشنز بتاعتهم. فاول حاجه هنتكلم عليها البروجكت سكوب بتاعي. فانا هتكلم على انا المشروع الاول بيجي لي ازاي، عامل ازاي. فانا بيجي لي المشروع في 3 حالات موجودين. الحاله الاولانيه بيجي فروم سكراتش، يعني انا الكلاينت بتاعي انا عرضت عليه ان انا والله الفيلا بتاعتك دي عايزين نعمل فيها هوم اوتوميشن، فهو اصلا مش فاهم انا هعمل ايه فيها في الهوم اوتوميشن، مش عارف ايه الحاجات دي، فبيبقى طالب ان في حد يجي يقعد معاه. وده طبعا الناس بتوع السيلز او البري سيلز بيروحوا يقعدوا معاه يفهموه احنا ممكن نعمل 1 2 3 4، ودي بتبقى فروم سكراتش. انت اللي بتعمل الديزاين، انت اللي بتعمل كل حاجه في المشروع بتاعك. تاني حاجة بتيجي ديزاين بس، يعني بتيجي شركة، لو في شركة كونتراكتور مثلا وانت سب كونتراكتور تحتيه، فالشركة بتعمل الديزاين وبتعمل لك كل حاجة وبتقول لك الديزاين اهو اعمل لنا سيستم الاوتوميشن عليه. وده بيبقى اسهل لان انت بيبقى قدامك الديزاين، بيبقى قدامك الدروينج، بيبقى قدامك حاجات كتير. فبتبدأ ان انت تظبط كل حاجة وتعرف الوايرنج بتاعك والكابلات بتاعتك وهتعمل كل حاجة، هتوصلها ازاي وهتشغلها ازاي بكل سهولة. لكن فروم سكراتش ده بيبقى المشروع انت لسه، انت ما فيش دروينج معاك، ما فيش اي حاجة، انت واحد رايح لسه للكلاينت. هتبدأ تفهمه يعني ايه اوتوميشن، هتبدأ تفهمه ان انت لو هتشتغل كي ان اكس، فالكي ان اكس بيحتاج سيستم معين عشان هو وايرنج، وبيحتاج مثلا كابلات معينة تتمد، بتحتاج وهكذا وهكذا حاجات كتير قوي. تمام. الستيب الثالثه اللي هي الكومبليتد بروجكت، ده مشروع بيبقى ده بقى الحاجه اللي هي خلاص بقى، يعني ده اللي بيبقى مشروع كامل جاي لك بتفاصيله، جاي لك بالديزاين بتاعه، جاي لك بالريكويرمنت اللي الكلاينت طالبها، جاي لك بالبرودكت اللي هم محتاجينها كمان، بيجي لك بكل حاجه. فانت بتلاقي نفسك ان انت عديت اول مرحلتين اللي هو البروجكت سكوب والبروجكت ريكويرمنت، بتلاقي نفسك دخلت في الديزاين على طول. فدول بالنسبه لك بيكونوا اتلغوا. تمام، لان انا خلاص هم طالبين كل حاجه وهم عاملين كل حاجه، وهي شركه فاهمه يعني ايه اوتوميشن، اشتغلت في الجزئيه دي قبل كده، فهم طالبين حاجات معينه. وغالبا بتلاقي المشاريع دي بتبقى مشاريع اللي هي كومباوند مثلا، في فيلل بتتبني معروفه، حاجات بتبقى اوريدي معموله فاحنا بنعمل زيها تاني. فما بتبقاش انت محتاج ان انت تفهم العميل او تشغل، تعرف ان انت هتعمل السيستم الاوتوميشن بتاعك في البروجكت ده ازاي. تمام. احنا هنتكلم على فروم سكراتش، هنتكلم على من البدايه خالص. بالنسبه لنا هيبقى الديزاين والكومبليت بروجكت مش مهمين بالنسبه لي، لكن انا بالنسبه لي انا من فروم سكراتش من البدايه خالص انا ممكن اعمل ايه، او انا ممكن ابتدي المشروع بتاعي ازاي، او انا ابدا ابيع الاوتوميشن ازاي. تمام. الاول كده احنا لازم نعرف ان احنا كاوتوميشن عندنا حاجات كتير جدا ممكن نعمل عليها كنترول. عندنا حاجات كتير قوي اقدر ان انا في البيت بتاع الكلاينت بتاعي ده اقدر اتحكم فيها واقدر اعمل فيها حاجات كتير قوي. بس في حاجات كومن كده كلنا عارفينها وكلنا بنشتغل عليها. اللايتنج والشتر اساسي، ده اول حاجه بتيجي في دماغ اي حد. بعد كده السكيورتي، لو انا ان كنت انا ككي ان اكس هتحكم كسكيورتي. وباي ذا واي الكي ان اكس السنه اللي فاتت 2022 خد سيرتيفيكت اسمها في دي اي، فهو بقى عنده برودكت تشتغل في السكيورتي في بعض الشركات. وده اللي انا كنت بقول لكم عليه، ان لو في شركات بتعمل حاجه احنا محتاجين نعرفها تقول لنا عليها. بس مش معنى ان هو خد السيرتيفيكت بتاعت الفي دي اي فهو بيقدر يشتغل في السكيورتي. معنى كده ان انا ممكن اروح اجيب موشن كي ان اكس واحطه يشتغل سكيورتي. هشرحها بطريقه تاني. الفي دي اي دي بتتاخد للشركات اللي بتشتغل في السكيورتي، بيبدا يتعمل عليها تيستنج، او دي زي شهاده جوده. ان الشركات دي زي ساتل مثلا، شركه ساتل واخده الشهاده دي ان هي شركه تقدر تشتغل في سيستم السكيورتي. بيبدا يتعمل عليها تيستنج وبيبدا بيعملوا عليها حاجات كتير قوي ان هي فعلا شركه سكيورتي وبتعمل برودكت سكيورتي. تمام. الكي ان اكس الفتره طويله من ساعه ما ابتدى ما كانش واخد السيرتيفيكت دي، فما كانش بيشتغل في جزئيه السكيورتي دي خالص. بس حاليا بعد ما خد السيرتيفيكت دي دلوقتي بقى في برودكت معينه في شركات معينه بتنزلها دي بتشتغل في السكيورتي فقط. فهديكم مثال، مثلا لو انا عندي مثلا، لو هنتكلم على الارم حصل، فالالارم غالبا مش بنوصله ببروتوكول، يعني انا ما بوصلش الالارم. او لو في حاله فاير حصلت او ايا كان حاجه لا قدر الله حصلت، ما ينفعش يبقى في بروتوكول هو اللي بيبعت للالارم يقول له
يشتغل، لان البروتوكول ممكن يحصل فيه مشاكل كتير، ممكن يحصل ترافيك، ممكن يحصل اي حاجه، فالالارم يتاخر. فبتحصل ان احنا بنوصل حاجه دراي كونتاكت او حاجه بتبقى شغاله سيجنال على طول دايركت على الالارم تشتغل. فهتلاقوا ان الشركات اللي بتعمل السكيورتي في الكي ان اكس ده فيها اوتبوت دراي كونتاكت او حاجات دي للالارم او الجزئيه دي. فهتلاقوا في شركات، اعتقد ان شركه اي بي بي عملت حاجه زي كده، هتلاقوا في بعض الديفايسز او اللي نزلتها الشركات دي بتشتغل سكيورتي، هي كونكتد مع الكي ان اكس، تقدر تشتغل مع الكي ان اكس. فاحنا الكي ان اكس برضه بيقدر يقدم السوليوشن بتاعت السكيورتي دي في بعض الشركات. تمام. في عندنا الحاجه الثالثه التمبريتشر كنترول، طبعا الاي سي، وده في حاجات كتير قوي، في انتجريشنز كتير وفي مشاكل كتير وفي قصص طويله، وهنتكلم عليها بالتفاصيل ان شاء الله في خلال الشهر ده. بس احنا برضو بنعرف نعمل الكنترول على التمبريتشر كنترول بتاعنا. يعني احنا عندنا الافيلابيلتي ان احنا نتحكم في اللايتنج والشاتر والسكيورتي والتمبريتشر كنترول، بنقدر نتحكم في الاوديو فيديو سيستم. احنا امبارح في الكلاب هاوس لما كنا بنتكلم كان تقريبا الكلاب هاوس كله بنتكلم فيه على الاوديو فيديو سيستم والمشاكل اللي مع الكي ان اكس والاوديو فيديو سيستم. وفي بعض الشركات بتقدم امبليفايرز مثلا بتشتغل مع الساوند سيستم معين، في بعض الشركات ما عندهاش السوليوشنز دي. فبرضو ده موجود عندنا في الكي ان اكس، بس برضو دي بترجع لفكره انت هتختار ايه في البرودكت. بس ده برضو حاجه موجوده عندنا، يعني احنا بنتحكم في الاوديو فيديو سيستم. الهوم ابلاينس اللي هو مثلا الغساله، الثلاجه، التلفزيون، الحاجات اللي هي سمارت اقدر ادخلها معايا في السيستم، دي برضو موجوده، واقدر ان انا ادخلها معايا في السيستم بتاعي. لو انا عندي سيرفر كي ان اكس بيقدر ادخل عليه الحاجات دي، بيبقى موجود ان انا اقدر اتحكم فيها. بعد كده عندي الانتجريشن سيستمز. الانتجريشن سيستم دي جمله عامه على كل السيستمز اللي اقدر اعمل لها انتجريشن او ادخلها معايا في الكي ان اكس، زي السي سي تي في. لو في كاميرات معينه، شركات معينه زي هيك فيجن، زي شركات كتير قوي، لو الشركات دي اقدر ادخلها معايا في الكي ان اكس، فانا اقدر ان انا برضو اعمل لها كنترول واتحكم فيها واقدر اشوفها واقدر اعمل كل حاجه. فانا دلوقتي بس عرفت انا عندي ايه واقدر اتحكم في ايه. بس دي الحاجات الكومن، في حاجات اكتر من كده، في حاجات اكتر من كده، بس دي الحاجات الكومن اللي احنا عارفينها. فبعد كده لما اجي اقعد مع الكلاينت بتاعي، انا اوريدي الاكسبيرينس بتاعتي او المعرفه بتاعتي اللي انا عارفها عن السيستمز بتاعتي اللي انا بشتغل بيها، هقدر ساعتها افهم منه انا اقدر ابدا البروجكت بتاعه ازاي. ودي بتبقى اول مرحله في البروجكت سكوب. المرحله دي مهمه جدا جدا، هي اللي بتبني المشروع بتاعك من اوله. فانت لو المرحله دي حصل فيها اي دروب، او انت في حاجه انت ناقصه منك او انت ما كملتهاش، فالمشروع بتاعك هيحصل له مشاكل بعد كده. فانت لازم تعرف، يعني انت الكلاينت بتاعك لو جه قال لك انا عندي سيستم معين سكيورتي، بس السيستم السكيورتي اللي عندك ده ما بيعملش انتجريشن مع الكي ان اكس، فلازم تعرف الكلاينت بتاعك ان السكيورتي السيستم اللي عندي ده ما بيشتغلش معايا على الكي ان اكس، بس انا عندي بديل ليه ممكن يشتغل. فدي السكوب بتاعك، ده اللي انت بتحدده. بس احنا بنتكلم دلوقتي على المشاريع الفروم سكراتش، المشاريع اللي انت بتبدا تعمل لها ديزاين. فلو احنا اتكلمنا بقى ان انا جيت دلوقتي قعدت مع الكلاينت بتاعي، بدات ان انا اقول له والله انا عندي الحلول. اول حاجه يعني لازم تعملها مع الكلاينت بتاعك، اسمع الكلاينت بتاعك. اقعد بص، ما تعرضلوش اي حاجه، اقعد اسمع الكلاينت بتاعك، شوف هو محتاج ايه. قول له انت محتاج البيت بتاعك يعمل ايه. انا اقدر اعمل لك حاجات كتير قوي، انا اقدر اتحكم لك في 1 2 3 4 5، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده. انت بقى محتاج ايه؟ لان الكلاينت ممكن يعرض عليك يقول لك انا محتاج سيناريو معين هعمله في البيت بتاعي، انا محتاج اعمل كذا عشان هعمله في البيت بتاعي، فيبدا هو يعرض لك كل الحاجات اللي هو نفسه يعملها في البيت عنده. اسمع منه، وبعد كده استنى شويه لحد ما بيخلص، بعد كده بتبدا تعرض له السوليوشنز اللي عندك، كل الحلول بتاعتك. فالستيب الثانيه ان انت بتبدا تبروبوز كل السوليوشنز اللي انت تقدر تقدمها، بتعرض عليه كل السوليوشنز اللي بتاعته، وكده تبقى انت تقريبا من الستيب الثانيه دي انت بدات خلاص تفهم من الكلاينت والله انت محتاج السوليوشن دي ومحتاج السوليوشنز دي، هنبدا ندرس القصه وهنقول لك هنعمل ايه بعد كده. لكن برضو في ستيب ثالثه المفروض تعملها، ان انت تروح للمكان المفضل ليه للكلاينت. غالبا الكلاينت بيبقى فيه مكان في الفيلا بتاعته كده، بتبقى ده المكان المفضل للكلاينت بتاعك. زي مثلا اغلبيه الاماكن اللي بتبقى مفضله للكلاينت بتاعك بتبقى مثلا الليفنج روم، تلاقي الكلاينت بيحب الجزئيه دي. هتلاقي الكلاينت دايما بيقول لك انا عايز تاتش سكرين في الليفنج روم عندي، ما يقولكش ممكن في الماستر بيدروم يقول لك انا مش محتاج تاتش سكرين في الماستر بيدروم، انا محتاج تاتش سكرين في الليفنج روم، لان غالبا الليفنج روم دي بيبقى فيه الناس بتيجي تزوره فيها، الناس بتيجي تقعد معاه فيها، فبيبقى محتاج يبقى فيه بقى تاتش سكرين،
بيبقى محتاج يبقى فيه شاتر، بيبقى محتاج فيه حاجات كتير قوي. فلازم تشوف الكلاينت بتاعك ايه افضل مكان عنده في الفيلا هو بيحبه، بعدها تبدا تديله كل الاوبشنز اللي موجوده في المكان ده اللي انت تقدر تقدمها له في المكان ده. في الحاله دي هتقدر تفهم الكلاينت بتاعك هو عايز ايه. يعني لما تلاقي الكلاينت بتاعك هو ده مكان مفضل ليه بس بيقول لك انا مش عايز تاتش سكرين، فتفهم ان الكلاينت بدا يفكر في حاجه تانية، بدا يفكر ان هو عارف ان الحاجات دي غاليه فمش عايز يكتر في الجزئيه دي. لو هو قال لك انا عايز تاتش سكرين فهو مش فارق معاه السعر، هو فارق معاه ان هو عايز الكواليتي. فبتبدا ان انت تفهم من الكلاينت بتاعك هو محتاج ايه. يعني انت ما ينفعش الكلاينت بتاعك تخش عليه دايركت تقول له انا والله احنا الحاجه بتاعتنا غاليه، والله احنا الحاجه بتاعتنا كذا. ما ينفعش تخش عليه بالطريقه دي. انت كلمه على افضل مكان هو موجود فيه، هو بيحبه. ساعتها هتبدا تاخد كل المعلومات الكفايه اللي انت تقدر منها توصل للحل او السكوب بتاعك انا عايز اشتغل فيه. بعد كده كل الكلام ده تاخده تكتبه في نوتس لطيفه، وتاخده معاك. نوتس اكتبه عادي، مش لازم بقى تبدا تدرس وبتاع، اكتبه في نوتس وحطه في جيبك واتكل على الله. بس في معلومه، بس في حاجه لطيفه في حاجه اسمها كي ان اكس بروجكت بريبريشن. ده بي دي اف لطيف كي ان اكس عاملاه، انصحكم ان انتوا تبصوا عليه. ده هتلاقوا فيه ستيبس ازاي ان احنا نقدر نتكلم مع الكلاينت بتاعنا، ازاي نقدم له كل السيناريوز. في سيناريوهات موجوده جوه البي دي اف ده، ممكن تعرضها على الكلاينت بتاعك تقول له والله في سيناريو مثلا هوم، في سيناريو اواي، في سيناريو كذا كذا كذا، فبتقدر تقدم له كل السوليوشنز دي. فبيبدا هو ساعتها يلاقي الحاجات دي لطيفه. ممكن يبدا يقول لك انا تمام ده عاجبني قوي، انا عايز اشتغل في الحاجات دي. فالكي ان اكس بروجكت بريبريشن انصحكم كلكم يبقى معاكم البي دي اف ده، تقروه كتير جدا جدا يعني. تمام. بعد ما خلصنا الكلاينت ريكويرمنت نبدا بقى في البروجكت ريكويرمنت. انا بقى خلصت، عرفت السوليوشنز بتاعتي مع الكلاينت بتاعي، عرفت كل حاجه، عرفت هو محتاج مني ايه. هبدا ساعتها اشوف بقى انا ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي. في حاجتين مهمين جدا لازم تبقى عارفهم. مبدئيا البرودكت اللي انت هتجيبه، تمام. البرودكت ده نوعه ايه، الكواليتي بتاعته ايه، سعره عامل ازاي، الدنيا دي كلها بتاعته عامل ايه. احنا مش هنتكلم على التسعير خالص لان التسعير بيختلف من شركه لشركه، بيختلف. يعني احنا لو اتكلمنا عليه مش هنخلص منه، لان التسعير بيختلف من شركات كتير. في شركات هتلاقي سعرها غالي، شركات سعرها صغير، في شركات هتلاقي السعر بتاعها غالي بس بتقول لك انا الكواليتي بتاعي اعلى. فدي قصه تانية، التسعير ليه قصه تانية وليه دراسه تانية خالص، مش بتاعتنا حاليا، مش هنتكلم فيها حاليا. لكن هنتكلم في جزئيه البرودكت بتاعي اللي انا هجيبه. انا محتاج منه ايه؟ انا محتاج منه كواليتي كويس، محتاج منه ان هو يبقى شغال معايا، امكانياته كويسه، وفي نفس الوقت بيحتاج حاجه الكومباتيبيليتي بتاعت البرودكت ده. يعني ايه الكومباتيبيليتي بتاعت البرودكت ده؟ يعني انا ما راحش اشتري برودكت ما يكونش كومباتبل معايا في السيستم بتاعي، ايا كان السيستم بتاعي، ان كان كي ان اكس اي سيستم تاني. ما ينفعش اروح اشتري برودكت عشان هو بيعمل سوليوشن معينه مش كومباتبل مع السيستم بتاعي. لان الهدف الاول والاخير للكلاينت بتاعك بيبقى دايما انا عايز حاجه واحده، انا مش عايز كذا حاجه. فدايما لما اجي ادور على البرودكت بتاعي ادور على حاجه كومباتبل معايا، بتقدر تشتغل معايا، بتقدر تجوين معايا. وده دايما اكتر حاجه مبيعا في السوق بتاعنا. يعني دايما هتلاقي ان انت لو الكلاينت بتاعك بيشتغل مثلا، هناخد كاكزامبل بيشتغل بالهوم كيت بتاعت ابل، هتلاقي هتدور انت على اي برودكت كومباتبل مع الهوم كيت. بيشتغل بالكي ان اكس، هتدور على اي حاجه بتشتغل كومباتبل مع الكي ان اكس. تمام. انا بتكلم على الحاجات الدايركت الكي ان اكس، على الديفايسز الكي ان اكس، وبتكلم برضو على الديفايسز اللي بتعمل انتجريشن مع الكي ان اكس. فهنا لازم اعرف حاجتين مهمين قوي وانا بعمل الريكويرمنت بتاعت المشروع. لازم البرودكت بتاعي اعرفه من كل تفاصيله، اعرفه من تسعيره، اعرفه من الكواليتي بتاعه، اعرفه من كل حاجه. تسعيره دي طبعا طبقا لكل شركه هي التسعير بتاعها عامل ازاي. الكومباتيبيليتي يعني امكانياته، هو داخل معايا في السيستم كويس جدا ما فيهوش اي مشكله، مش هيعمل لي مشاكل بعد كده. بعد كده ببدا اعمل البرودكت تيبل. انا خلاص خلصت البرودكت بتاعتي، مش بعمل الاعداد بتاعتي ولا ايه اللي انا طالبه، انا بس بحط ان البرودكت بتاعتي انا هشتري من البرودكت ده وده وده وده، هم دول الكويسين جدا معايا، وهم دول اللي هيقدروا يشغلوا لي السيستم. وهي دي البرودكت اللي انا محتاجها، ده التيبل بتاعي اللي انا فيه البرودكت اللي انا محتاجها للمشروع بتاعي. بعد كده اخش في المرحله بقى اللي هي مرحله الوحش، البروجكت ديزاين. الديزاين بتاعي بقى انا هعمل الديزاين ازاي.
هقسم بقى الفيلا بتاعتي وهعملها ازاي. فاحنا لو بنتكلم ان احنا فروم سكراتش، فانت لازم تعرف ان انت معكش دروينج، معكش اي حاجه. فانت معتمد اعتماد تام على الورق اللي كان معاك، اللي انت كتبت فيه طلبات الكلاينت وكتبت فيه كل الحاجات اللي محتاجاها المشروع. بمعنى ان انا لو عندي مثلا، وانت مع الكلاينت دخلت على الاوضه، عرفت ان الاوضه دي فيها 3 وحدات اضاءه مثلا، فانا كتبت ان فيها 3 وحدات اضاءه، فانا محتاج 3 نقط اضاءه في الاوضه دي، فيها سبوت لايت، فيها كوف لايت، فيها ايا كان الاضاءه الثالثه او الشاندلير او اي حاجه. تمام. فانا هعتمد اعتماد كامل على كل التفاصيل اللي انا كتبتها معايا. يا اما برسم، بعمل دروينج او بعمل رسومات للكلاينت بتاعي وببدا على اساسها اشتغل. وببدا برضو وانا مع الكلاينت، وانا او مش مع الكلاينت، وانا رايح المشروع اعرف تفاصيل الوايرنج بتاعي. فهنيجي للستبس الثانيه بتاعتي في الديزاين بتاعي. اول حاجه هعملها قبل اي حاجه الديزاين. انا واحد بيشتغل بروجكت. انا بعمل دلوقتي بروجكت ستادي للكي ان اكس. فاول حاجه هعملها هعمل ديزاين للكي ان اكس. اول حاجه هعرف انا كابل الكي ان اكس بتاعي اللي انا هشتغل عليه هيمشي فين، هيروح فين، فين الكبادات اللي هتتركب، فين الاجهزه اللي هتتركب بتاعت الكي ان اكس. فانا محتاج كابل هيمشي ازاي في الفيلا بتاعتي. وهبدا اعمل اهم حاجه. وطبعا كل الناس اللي واخده البيزك بتاع الكي ان اكس، كورس البيزك، او فاهمه كي ان اكس كويس، وطبعا كلكم اكيد فاهمين كي ان اكس كويس لانكم داخلين تعرفوا البروجكت ستادي بتاعت الكي ان اكس. فطبعا اهم حاجه عارفينها هي التوبولوجي بتاعت الكي ان اكس. انا لو عندي فيلا دورين غير فيلا 3 ادوار غير فيلا دور واحد. فانا لو عندي فيلا دورين هعملها على لاين 0 ولاين 1، هعملها على لاين 0 لاين 1 لاين 2، ايا كان انا هقسم التوبولوجي بتاعتي ازاي. فانا حد لازم اخلص الديزاين بتاع الكي ان اكس بتاعي، لازم ارسم التوبولوجي بتاعتي ولازم اخلصها، وابقى انا كده خلصت من اول ستيب بتاعتي الكي ان اكس. تاني حاجه بخش عليها الوايرنج سيستم. انا دلوقتي اجهزتي الكي ان اكس اللي عندي دي والاجهزه اللي انا شغال بيها دي هوصلها ازاي على الاحمال بتاعتي، هوصلها ازاي على، لو انا موصل مثلا موشن سنسور كونفنشنال عادي ومدخله على باينري كي ان اكس، او مدخله على جهاز عادي بياخد سيجنال، هبدا ازاي الوايرنج بتاعه ده عامل ازاي. هبدا ساعتها اديزاين الجزئيه دي. انا هعمل ديزاين والكابل هيبقى واصل من هنا لحد هنا، طوله كذا، حجمه عامل ازاي، مقاساته عامله ازاي، نوع الكابل عامل ازاي. كل السيستمز دي، كل الحاجات دي لازم تكون عندك. بعد كده هتخش على البانل والديفايس انستليشن. خلصت كل الجزئيه دي، عارف مكان البانل فين، بس لازم تعمل لها ديزاين. لازم تبقى عارف البانل حجمها قد ايه. سوري. لازم تبقى عارف البانل بتاعتك دي حجمها قد ايه، الديفايسز اللي هتتركب جوه دي حجمها قد ايه، هيركب كام ديفايس، لان دي برضو بتعمل لنا مشاكل كتير قوي. لان انت ممكن لو مش دارس الجزئيه دي، او مش دارس ان البانل بتاعتك هتكفي قد ايه، او هي هتشتغل ازاي، هتتفاجئ ان في اجهزه بتاعتك انت معاك العدد الكويس اللي هيشغلك، بس في اجهزه مش راضيه تركب، لان البانل مش السايز بتاعها مش كفايه ان هو يحط الاجهزه دي كلها. او في بعض البانلز ما ينفعش اماكن معينه في للاجهزه الكي ان اكس تركب فيها. يعني احنا لو برضو في كورس البيزك بتاع الكي ان اكس هتلاقي ان احنا بنقول الاجهزه ما بتركبش عمودي، بتركب افقي. تمام. فانت هتلاقي نفسك مثلا هتروح على البانل، هتلاقي حد شاري بانل مثلا اللي هي احنا بنقول عليها بالبلدي بانل شجره. تمام. فدي طبعا ممنوعه عندنا في الكي ان اكس، ما بتشتغلش كي ان اكس، فانت تعرضت لمشكله كتير قوي. فانت لو مش عامل ديزاين كويس للبانل بتاعتك، مش عارف البانل هتشتغل ازاي، ممكن تكون. ويفضل ان البانل ما تبقاش مع الباور، يعني يفضل ان انت تفصل البانل بتاعت الكي ان اكس عن البانل بتاعت الباور. تمام. دي تبقى لوحدها ودي تبقى لوحدها. المكان بتاعها عامل ازاي، الحجم بتاعها عامل ازاي، كل الجزئيه دي. وبعد كده هحط الاجهزه وهرتبها جوه اللوحه ازاي. وابقى انا كده خلصت الديزاين بتاعي بتاع اللوحه، بتاع الوايرنج، بتاع الكي ان اكس. هخش للمرحله اللي بعديها الانتجريشنز بتاعه السيستمز اللي حواليا. انا عندي سي سي تي في، عندي اتش فاك، عندي اي سيستمز كتير، عندي حتى لو اليكسا، ابل بوتس مثلا، عندي حاجات كتير قوي. لازم اعرف كل الحاجات دي واحطها في دماغي. لان انا لو عندي سي سي تي في، فانا محتاج ان انا هوصل السيستم بتاعي بالنتورك بتاعت الفيلا علشان اقدر اوصل للكاميرات بتاعت الفيلا. فانا لازم ابقى عارف الكابلات اللي هتمشي من اللوح دي لحد النتورك هيبقى قد ايه، هتوصل مسافتها قد ايه، طولها قد ايه، كل الامكانيات دي لازم ابقى عارفها. فالانتجريشنز بالنسبه لي مهمه جدا. بعد ما بخلص بقى الانتجريشنز والبانل والوايرنج والديزاين،
بخش للمرحله الاخيره ان انا بعمل البيل اوف كوانتيتي بتاعتي. انا خلصت، عرفت ان انا محتاج كذا كذا كذا، محتاج لوحه مقاسها كذا، محتاج اجهزه عددها كذا، محتاج كل الحاجات دي، فبعمل البيل اوف كوانتيتي بتاعتي. وابقى انا كده خلصت فعليا البروجكت ديزاين بتاعي. كل الديزاين بتاع المشروع بتاعي انا خلصته، ما عنديش اي مشكله فيه. طبعا نصيحه مني، البروجكت ديزاين بعد ما تخلصه تبدا تراجع عليه مره واثنين وثلاثه، علشان ساعات بيبقى في مشاكل، لان المشاريع على حسب حجمها. لو مشروع صغير اكيد مش مشكله، مفيش اي مشاكل بالنسبه لك. المشروع كل ما بيكبر، كل ما عدد الاجهزه بتكتر، كل ما بيحصل مشاكل، واحنا عادي، احنا بشر بنغلط. فهتلاقي نفسك في اجهزه زياده محطوطه، في غلطه في الديزاين، في غلطه في اي حاجه. فراجع على الديزاين بتاعك مره واثنين وثلاثه، واعمل له تيست زي فيجوال تيست او فيرتشوال تيست، ان انت انا حطيت ده هنا فده هيشغل كذا فده هيعمل كذا. كل الحاجات دي تعملها بدماغك. وده اللي مسؤول عليه غالبا، كل الديزاين ده بيبقى مسؤول عليه غالبا قسم التندر. بعد ما بتخلصوا ويخلصوا البيل اوف كوانتيتي، بيخش على المرحله اللي بعديها اللي هي الانستليشن والتستنج. بنبدا الاول طبعا بالانستليشن، والانستليشن دي مرحله يعني عايز اقول لكم من المراحل اللي هي الغلطه فيها بتوقف المشروع، مش بتعطل المشروع، هي ممكن توقف المشروع. فاحنا لازم نبقى كيرفول قوي في المرحله دي، ولازم نبقى عارفين كل حاجه. بس عشان تلاقي حل سهل جدا يوفر لك كل الحلول دي، ويبدا ان انت ما يبقاش عندك مشاكل خالص في حته الانستليشن، وتلاقي الدنيا بالنسبه لك سلسه وسهله. لو مشينا برضو على الستبس اللي جايه دي هتلاقي الدنيا لطيفه قوي. اول حاجه ان انا لو سلمت قسم الاوبريشن بتاعي او الدوكيومنتيشن بتاعي كل الورق بتاع الديزاين بتاع المشروع بتاعي سليمه، ما فيهاش اي مشكله، اضمن لك 100% ان مشروعك هيبقى تمام، ما فيش اي مشكله. يعني بعض المشاكل اللي احنا بنقع فيها ان احنا بنسلم دايما الاوبريشن بتوعنا البانل ديزاين والبي يو كيو والوايرنج، وما بنسلمهمش التوبولوجي بتاعه الكي ان اكس. ودي مشكله كبيره جدا. بتلاقي في الاخر وانت بتخلص، بعد ما بيخلص الانستليشن، الراجل عمل كل الوايرنج، عمل كل حاجه، بس ما ربطش اللوح مع بعض، ما ربطش الاجهزه مع بعض. فالمشاكل بترجع في الاخر، انت بتقول المشاكل من الناس بتوع الانستليشن، بس هي المشاكل مش الناس بتوع الانستليشن، مشاكل ان انت ما سلمتوش الورق صح. فانت لازم تسلمه كل حاجه صح. مع الورق ده سلمه بس 3 ورقات مهمين قوي. الورقه الاولانيه سلمه تيستنج تشيك ليست. تيستنج تشيك ليست دي بتبقى اللي هي بعد اذنك بعد ما تركب اي جهاز اعمل له باوره، جربه اشتغل ولا لا. جرب الجهاز واحد ورا التاني، جرب ده وجرب ده وجرب ده وجرب ده. ده علشان اتاكد ان الاجهزه بتاعتي وصل لها باور كويس، كابل الكي ان اكس بتاعي سليم ما فيهوش اي مشاكل، وبيعمل تيستنج على الكابل الكي ان اكس وبيتاكد منه. تمام. بعد كده في مرحله تانية، بس دي بيخش فيها حد بيبقى بيخش فيها اتنين، الاوبريشن، وبيخش فيها حد من النتورك. تمام. او انت كبروجرامر، ان انت بتخش على مرحله السكيورتي تشيك ليست. السكيورتي تشيك ليست دي في حاله ان انت لو انت عامل سكيورتي او حاطط اجهزه كي ان اكس سكيورتي في السيستم بتاعك، لازم تتاكد ان هي فعلا واصله بالنتورك كويس، ما فيهاش اي مشاكل، متبوره كويس، ما فيهاش اي مشاكل. وحاليا كده نكس منزله تشيك ليست للسكيورتي دي كويسه جدا. طيب هتقول لي طيب الكلام ده انا ممكن اعمله لوحدي، انا مش محتاج مني الراجل بتاع الاوبريشن. بس هقول لك ان انت لو بصيت على السكيورتي تشيك ليست دي هتلاقي ان في حاجات هتحتاج فعلا فيها الراجل بتاع الاوبريشن. تمام. زي ايه مثلا؟ زي ان في نقطه من النقط بتاعت السكيورتي تشيك ليست ان انت ما تحطش كابل الكي ان اكس بتاعك بره الفيلا. ممنوع ان انت تحط كابل الكي ان اكس بره الفيلا، مش موجود يعني ظاهر للناس، لان دي من اكتر حاجه سهله جدا ان انت اي حد ممكن ياخد الكابل ده يعمل هاكينج على الفيلا او يعمل مشاكل في الفيلا. هو طبعا بس هي دي ستيب من الستبس. فانت الراجل لازم يتاكد ان الكابل محطوط في كوندويتس موجوده جوه الحيطه ما فيهاش اي مشاكل. فهو لازم يعمل التشيك ليست بتاعه السكيورتي. بعد ما بيخلص السكيورتي تشيك ليست بنخش على الفيجوال انسبكشن، ان هو بقى بنعدي على الكيبادات وعلى كل الاجهزه بتاعتنا واحده ورا الثانيه، لان اغلبيه المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها التيرمينالز بتاعت الكي ان اكس. زي مشاكل دايما بتاعت التيرمينالز بتاعت الكي ان اكس، ان التكنيشن وهو بيركب التيرمينالز ما ركبتش كويس، في حاجه مش مظبوطه. فبعد ما بنخلص احنا اوريدي في التستنج تشيك ليست لما بتعمل بازرنج الكابل كي ان اكس هتلاقي في بازرنج حصل، ما فيش اي مشكله، بس ممكن تكون التيرمينالز برده مش واصله كويس. فانت لازم
الفيجوال انسبكشن مهم جدا جدا جدا. فلازم نعمل فيجوال انسبكشن. يعني الثلاثه تشيك ليست دول مهمين جدا ولازم تخلصهم. طبعا الاولانيين الاساسيين اللي هو كي ان اكس توبولوجي، البانل ديزاين، البي او كيو، ده كله خلصناه في الديزاين وهنسلمه للاوبريشن بتوعنا، والوايرنج ديزاين، والانتجريشن سيستم وايرنج. يعني انت لو عندك انتجريشن مثلا مع الاتش فاك، فانت هتركب فان كويل اكتويتر. الفان كويل اكتويتر بتاعتك دي ليها وايرنج هيوصل مع الاتش فاك، لازم الوايرنج ده برضو تكون مسلمه للاوبريشن وتعرفهم انا الوايرنج ده هيوصل ازاي. تمام. بعد كده بنخش على مرحله البروجرامينج، ان انت بتبدا تبرمج المشروع بتاعك. بس قبل ما تيجي تحط ايدك على اللابتوب او تبدا تبرمج، ما تحطش ايدك على اللابتوب خالص. ابتدي الاول في الستبس اللي اقول لك عليها دي، بعد كده ابدا برمج، مفيش اي مشكله. بس ما تبرمجش انت كبروجرامر، او الناس اللي هم متخصصين في البروجرامر اللي هيجوا لازم يعملوا الخطوات دي الاول، بعد كده يبداوا برمجه. ايه هي؟ اول حاجه ان هو يبقى فاميليار مع الكي ان اكس سيستم. يعني ايه فاميليار؟ يعني انا ما بتكلمش، هو اكيد اوريدي حد بروفيشنال في الكي ان اكس او اكسبرت في الكي ان اكس وشغال في الكي ان اكس، بس لازم يبقى فاميليار مع كل حاجه جديده موجوده في سيستم كي ان اكس. لان انتوا زي ما انتوا عارفين الاي تي اس 5 دلوقتي، الاي تي اس 6 سوري، مختلف عن الاي تي اس 5. الاي تي اس 6 فيه فيتشرز جديده موجوده مش موجوده في الاي تي اس 5. فلازم الراجل يكون فاميليار، ولازم يكون متابع ايه اللي بيحصل في السوفت وير بتاع الكي ان اكس، ايه اللي بيحصل في السيستمز بتاعت الكي ان اكس. دلوقتي مثلا كاكزامبل، بقى في كابلر موجود بيتحط في اللاين. في حاجات جديده موجوده في الاي تي اس 6 مش موجوده في الاي تي اس 5، في الفانكشنز، في يعني احنا دي تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم عليها في جزئيه ثانيه. بس لازم يكون فاهم كل الحاجات الجديده اللي موجوده في الاي تي اس 6. بعد كده لازم تكون عارف كبروجرامر، تبقى عارف السكوب بتاعك في الكي ان اكس هيبقى ايه. انا بتحكم في ايه؟ انا بتحكم في اللايتنج، بتحكم في الاتش فاك، بتحكم في الشطارات، بتحكم في كذا. انا هتحكم في ده وهتحكم في ده وهتحكم في ده. ليه بعمل الكلام ده؟ هقول لك بعمل ليه، بس خلينا برضو نتكلم عن حاجه تانية. ببقى لازم ابقى عارف الكلاينت ريكويرمنت برضو. يعني لازم يكون الراجل بتاع السيلز اللي قاعد في اول قاعده، الورقه النوتس اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول وقلنا دي اهم ورقه في المشروع عندنا، بيبقى كاتب كل الكلاينت ريكويرمنت. يعني كلاينت هيبقى طالب منه سيناريوز معينه يحققها المبرمج اللي هيجي يبرمج، فانت لازم تكون عارفها. لازم تكون عارف ان هو عايز الكيباد اللي موجوده على باب الفيلا يكون فيها اول اون اول اوف. فلازم تبقى عارف كل الكلاينت ريكويرمنت بتاعتك، لازم يبقى معاك الورقه دي موجوده. النقطه الثالثه بتاعتنا اللي هي البلاننج يور بروجرامينج. ده اللي هيعود عليه، انا دلوقتي عارف ان في لايتنج، عارف ان في شاتر، عارف ان في اتش فاك، فانت ساعتها هتعمل بلاننج للبرنامج بتاعك. هتعمل بلاننج، انا هقسم البرنامج بتاعي على ازاي، هشغله ازاي. دي طبعا كلنا عارفين في الاي تي اس بتاعنا احنا بنقسم الجروب ادرسز بتاعتنا، بنقسمها ازاي، هنشتغل ازاي، هنعمل كل الكلام ده ازاي. كل الكلام ده هيعود لما انت تعرف السكوب بتاعك في الكي ان اكس عباره عن ايه. فلازم بعديها تعرف ساعتها ان انت هتعمل بلاننج للبرنامج بتاعك ازاي. رابع خطوه البروجرامينج تولز. طيب ما احنا معانا الاي تي اس، ما الاي تي اس كفايه بيعمل كل حاجه؟ لا، هو مش كفايه للاسف. انت لو الفيلا بتاعتك فيها دالي سيستم، فانت هتلاقي نفسك محتاج برنامج للشركه اللي فيها، اللي هي اللي مديالك الجيت واي بتاع الدالي ده عشان تقدر تبرمج الدالي. لو عندك انتجريشن مع جيت واي معينه، في بعض الجيت ويز بتحتاج برنامج معين علشان تعمل لها انتجريشن مع الكي ان اكس. فانت لازم تكون برضو متاكد قبل ما تروح المشروع وتبرمج ان كل البرامج اللي انت محتاجها علشان تبرمج بيها المشروع ده موجوده معاك، ومعمول لها سيت اب على اللابتوب بتاعك وشغاله. ولو قدرت ان انت تاخد بروتوتايب صغير للفيلا دي او المشروع بتاعك ان انت تعمله في المكتب بتاعك قبل ما تروح، ده هيكون افضل. بعد كده هنخش على المرحله اللي بعديها، الوايرنج تيست. دي عملناها مع الاوبريشن، بس انت كبروجرامر هتعملها لوحدك تاني. هتروح تعمل وايرنج تيست وهتتاكد ان كل الوايرنج بتاعك تمام. هتتاكد ان الشطارات بتاعتك متوصله وايرنج صح، هتتاكد ان الاحمال بتاعتك متوصله وايرنج صح، هتتاكد ان اللايتنج بتاعك متوصل وايرنج صح، هتتاكد كل الكلام ده. بس في حاجه تانية، ودي بقى اهم خطوه في الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، المانيوال تيست. انا ممكن اتاكد من الوايرنج والاقي الوايرنج سليم،
ممكن الاقي لو انا عندي شاتر بيشتغل بيوصل عليه 3 كابلات، الثلاثه اصفر ازرق احمر ايا كان، والثلاثه واصلين في مكانهم صح، مفيش اي مشكله، انا خلصت الويرنج تيستنج، فانا متاكد ان البروجكت بتاعي صح. لما هتيجي تبرمج هتلاقي نفسك بتيجي تنزل شاتر بينزل شاتر تاني، في مشكله تانيه، في مشكله بتحصل. دي ممكن تبقى غلطه موجوده في المشروع، او التكنيشن نفسه بدل اماكن التشانلز بتاعه الجهاز بتاعك غصب عنه، ما خدش باله او حصل اي مشكله. في مشكله في الورق بتاع الرسومات بتاع المشروع، في حاجه اتبدلت مكان حاجه. فانت علشان تنجز القصه دي وعشان تلاقي مشاكل، انت بيبقى اوريدي معاك الورق برضو اللي انت مستلمه من المشروع، من التندرنج بتاعك، فبتعرف ان الشانل الاولانيه عليها شطر رقم 1، الشانل الثانيه عليها كذا، الشانل الثالثه عليها كذا. فبتبدا ان انت اي جهاز عندنا في الكي ان اكس هتلاقوا فيه حاجه زي اللي موجوده دي اللي اسمها ابلكيشن مديول، هتلاقوا فيها زراير بتقدر ان انت تنتر اكت مع السيستم بتاعك، تقدر ان انت تتحكم فيه مانيوال من غير ما انت تبرمج اصلا. فبقدر ان انا ساعتها اجرب الشانل الاولانيه ايه دي شغلت ايه، شغلت شوتر 2 ما شغلتش شوتر 1، يبقى الراجل ده قالب في مشكله هنا. فالمانيوال تيست ده مهم جدا جدا جدا، ما تبداش المشروع بتاعك غير لما تجرب كل حاجه من الحاجات دي، لازم تجرب كل الاجهزه بتاعتك. بعد كده لما هتبرمج، بعد ما تخلص كل الستبس دي وتيجي تبرمج، هتلاقي كل حاجه مفيش اي مشكله حصلت معاك، تلاقي كل حاجه ماشيه تمام. بس بعد كده الفاينل تيست، خلاص انا خلصت كل حاجه، عملت السيناريوز بتاعتي، عملت كل البروجكت بتاعي، مفيش اي مشكله. بعد كده بخش للفاينل تيست. الفاينل تيست عباره عن ايه؟ عباره ان انت بتتحول من بروجرامر لكلاينت. انا بتحول للكلاينت حاليا، انا باخد الورقه بتاعت الراجل السيلز اللي قاعد مع الكلاينت، وبشوف الكلاينت بتاعي كان بيتمنى ايه. انا عارف ان انت اوريدي عملت سيناريوهات واوريدي جربتها، بس اعملها تاني. بعد ما تخلص اقفل اللابتوب بتاعك، اقفل الاجهزه بتاعتك، حاول تعمل باور اوف للسيستم تاني، واعمل له باور اون وشغله تاني، وابدا روح على السيستم بتاعك، جربه واحده ورا التانيه، جرب السيناريوهات، جرب كل حاجه. ودي غالبا المشكله اللي بتحصل دايما، اللي بيقول لك والله يا باشمهندس انت لما بتيجي، ودي الحاجه مشهوره جدا قوي عندنا في الهندسه واحنا عارفينها، لما بتيجي السيستم بيشتغل، لما بتمشي السيستم ما بيشتغلش. ودي دايما اللي بتحصل ليه؟ لان ساعات في حاجات، يعني احنا عندنا في الكي ان اكس في حاجه اسمها ريكفري، اللي هو لما بنيجي نرجع للسيستم ايه الستيتس اللي هيكون عليها اللايتنج دلوقتي. فممكن انت لما تكون مشيت النور قطع، فالنور رجع تاني، فالكلاينت جه يجرب لقى حاجه مش صح، فانت محتاج ان انت تعيش الجو بتاع الكلاينت ده تاني. فجربه، اشتغل كانك انت الكلاينت، جرب ان انت اقفل الباور، شغل الباور تاني، ايه اللي حصل، ايه السيناريوز، حط لنفسك كل السيناريوز اللي ممكن الكلاينت يتعرض ليها. فهيحصل 1 2 3 4، فانا هجرب 1 وهجرب 2 وهجرب 3 وهجرب 4، هجرب السيناريو في الهوم في الاواي، هجرب السيناريو في الاون اول اوف، هشوف كل حاجه اشتغلت ما اشتغلتش، هشوف السيناريوز ايه اللي حصل فيها. بعد ما بخلص كل الجزئيه دي، ببدا ان انا اتاكدت ان المشروع بتاعي تمام، ما فيهوش اي مشكله، كل حاجه تمام. ببدا ساعتها ان انا اسلم الكلاينت بتاعي المشروع. بتروح انت تقعد مع الكلاينت بتاعك، اتاكد ان الكلاينت بتاعك سعيد، هي دي الفكره، اتاكد ان الكلاينت بتاعك مبسوط، حقق كل السيناريوهات بتاعتك. بس انا عايز اقول لك نقطه مهمه هنا. الكلاينت الكلاينت ممكن يبقى قاعد معاك وانت بتستلم، وتلاقيه مره واحده بيقول لك لا انا مش عايز السيناريو ده، انا عايز سيناريو تاني، انا مش عايز ادخل الاضاءه دي هنا، انا عايز ادخل اضاءه تانيه. لو انت مش عامل بلاننج، لو انت مش كاتب كل حاجه، لو انت ما عملتش المانيوال تيست، او ما عملتش البلاننج، او ما راجعتش الورق بتاعك صح، هتلاقي نفسك وانت لما الكلاينت بيقول لك انقل لي دي مكان دي، هتلاقي نفسك بتقول له طب انا هعملها لك بس انا مش قادر اعملها لك دلوقتي. لكن لو انت عامل بلاننج وعارف ان التشانل 1 عليها الشطر ده، فانت بكل بساطه وانت قاعد مع الكلاينت انت ممكن تروح واخد الاي تي اس على الجنب، تنقل دي مكان دي، خلص الموضوع. فالبلاننج والورق وكل حاجه تكون معاك، هتلاقي نفسك الدنيا سهله جدا، تلاقي نفسك والكلاينت وهو بيستلم منك وهو بيغير سيناريو، بيغير كل حاجه، سعيد جدا ومبسوط ان انت قادر ان انت تعمل له كل حاجه. هيحس ساعتها ان السيستم سهل وبسيط مش صعب، وتقدر ان انت تغير فيه حاجات، وتقدر ان انت تعمل فيه حاجات تاني. لذلك هتلاقي الكلاينت لما بيبقى محتاج يغير سيناريو تاني او محتاج يعمل اي حاجه جديده، بيطلبك على طول، عارف ان انت هتحققها له بسرعه، عارف ان انت هتعمل له كل حاجه من الحاجات دي. ليه؟ لان انت عملت كل خطوه وكل ستيب صح، ما فيهاش اي حاجه غلط،
كل الورق معاك تمام، ما فيهوش اي مشكله. الانتجريشنز اللي انت عملتها كومباتبل مع السيستم بتاعك، ما فيش اي مشكله فيها، متجربه قبل كده، ما فيش اي حاجه حصلت فيها. وهو ده البروجكت ستادي للمشروع بتاعك للكي ان اكس من A to Z، من اوله لاخره. احنا كده، انا كده خلصت البروجكت ستادي تمام. بس ده ريفيو عام على البروجكت ستادي بتاعنا. في خلال الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى على مثلا فتره هنتكلم فيها على انتجريشنز، وهنتكلم على ازاي اربط الحاجه مع بعض، هنتكلم شويه على السيرفرز، والسيرفرز بتاعتنا ايه افضل سيرفر، ايه السيرفر اللي ممكن يخش معايا يعمل لي مع ده. هنتكلم على حاجات كتير عموما في التفاصيل اللي جوه دي. بس هتلاقوا نفسنا بنرجع نتكلم برضو على الستبس بتاعتنا دي هي. يعني هتلاقوا نفسنا لما هنيجي نتكلم مع الشركات بتقدم لنا برودكت معينه، هنتكلم على الجزئيه بتاعه البروجكت ريكويرمنت. لما هتلاقوا نفسنا بنتكلم على الانتجريشنز، فهتلاقوا نفسنا بنتكلم على البروجكت ديزاين. لما هتلاقوا نفسنا بنتكلم على المشاكل اللي بتحصل لنا في المشروع، فدي انستليشن وتستنج. مش هتلاقوا حاجه بره السكوب بتاع البروجكت ستادي بتاعي، هتلاقوا كل حاجه موجوده هنا. تمام. لو انت سيلز بتشتغل في الكي ان اكس، هتلاقي نفسك بتتكلم على النقطتين الاولانيه والاخيره، ازاي ان انا بسلم الكلاينت بتاعي، وازاي ان انا ببتدي المشروع بتاعي. تمام. ده حد داخل متاخر قوي. تمام. بس فكده احنا خلصنا البروجكت ستادي. ولو في حد عنده اي اسئله، انا تمام معاكم. في حد عنده اي اسئله في حاجه؟ ممكن يكون في الشات. اتفضل. معلش انا مش عارف اذا كان صوتي وصل لك ولا لا. لا تمام سامع. طيب تمام. طيب اولا متشكر يعني، شكرا جدا على الشرح الجميل اللي حضرتك عملته، بصراحه يعني مجهود رائع من حضرتك. ربنا يخليك. هما سؤالين بسيط كده. السؤال الاولاني كان له علاقه بموضوع البانل ديزاين. حضرتك تمام. هل في سوفت وير، هل في حاجه بتساعد في موضوع البانل ديزاين؟ قيمتها كام؟ جيم ريل؟ طبعا الديفايسز على حسب الديفايس اللي انت تختارها بيبقى محطوط هو كام مديول، بناء عليه انا بوزع الديفايسز جوه البانل. بس عايز بالظبط. تبقى مينلي بيزد على الاكسبيرينس، ولا في اي سوفت وير او ابلكيشن او حاجه تساعد في ان انت تقدر تديفاين الحجم الكامل بتاع البانل في الاخر؟ السايز بتاعت الاجهزه. السايز بتاع البانل، يعني انا السايز بتاع بحدد بيزد على البي اي كيو وحجم كميه الديفايسز، بيزد على الموديلات اللي انا هختارها، يبقى كل ديفايس الداتا شيت بتاعه مكتوب هو كام مديول، فبقدر احسب الدايمنشن بتاعي. لكن ارتب بقى مين فوق ومين تحت، الباور سبلاي تحت والاكتيفيتر فوق، الجيت فوق، موضوع الحراره، القصص دي، هل في حاجه بتساعد في الموضوع ده، ولا هي مينلي بيزد على الاكسبيرينس؟ لا بص، هو اقول لك على حاجه. هو حكايه البانل دي فيها قصه طويله قوي، لان البانل بتختلف من شركه لشركه. يعني هتلاقي البانلز بتاعت مثلا شنايدر مختلفه عن البانلز بتاعت ABB، من حيث الحجم ومن حيث الانكلوجر عموما مختلف. فلذلك مش هتلاقي حاجه معينه بتقدر ان هي تساعدك اوتوماتيك ان هي تقول لك انت هتحتاج ايه وهيركب في ايه بالظبط. فمش هتلاقي حاجه بتساعدك قوي كده. هتحتاج ان انت تعمل لها ديزاين، وهتحتاج ان انت تعرف اللوحه اللي انت هتجيبها نوعها ايه، وحجمها عامل ازاي، والسايز بتاعها كله عامل ازاي. طب هل في حاجه كام رول كده؟ يعني مثلا الاكتيفيترز عاده بتتحط في الليفل الفلاني، الباور سبلاي بيتحط في المكان الفلاني، هل في زي كام رول كده للبانل؟ لا، ما فيش كده. بس هو بص هقول لك على حاجه. هو مبدئيا هو في حاجات ثابته في الكي ان اكس لازم يعني نعملها، او دي اللي تفضل. هو ده الريكومند. مبدئيا انت لو بتركب الكي ان اكس بتاعك في لوحه باور، غالبا اجهزه الكي ان اكس بتتحط تحت، ما بتتحطش فوق. تمام. تمام. ده اللي مشهور، ده الريكومند بتاعها. بس هو الريكومند الحقيقي لاجهزه الكي ان اكس ان هي ما تتحطش في لوحه باور، تتحط في لوحه لوحدها. واغلبيه العالم كله فعليا بيعمل كده. يعني احنا تقريبا في مصر بس اللي نحط الكي ان اكس في الباور تمام. توفيرا مش اكتر. لكن هي فعليا الكي ان اكس لازم يبقى ليه لوحه اوتوميشن لوحده. اوكي. بس
طيب حاجة تانية واعتبرها اقتراح مش سؤال يعني. لو انت في يعني لو في فرصة ان احنا جروب هنا ناخد يعني ناخد مشروع نجرب فيه الكلام اللي احنا سمعناه ده، دي هتبقى حاجة كويسة. اي حاجة حتى حاجة يعني حاجة بسيطة نجرب فيها اللي احنا فيه. تمام اوكي، هشوف الموضوع. هو فعليا انا كنت محتاج اعمل حاجه زي كده، بس لما جيت افكر في الموضوع واشتغل عليه لقيت ان احنا هنحتاج حاجات كتير قوي. لان هي في جزئيه بس صغيره بتخش معانا في الديزاين بتاع المشاريع اللي هي التسعير. اوكي. فمشكله التسعير ده ان التسعير ده مش هنقدر نتكلم عليه. التسعير ده ليه ناس كتير قوي بتتكلم عليه، والتسعير ده بيختلف من شركات لتانية، من شركات لشركات اخرى، فهي بتبقى صعبه قوي الجزئيه دي. فاحنا هنعملها بالظبط، بس هنعملها على يعني هي للاسف مش هنعرف نعملها في سيشن واحده، هتحتاج ان هي تتقسم على كذا حاجه. مفيش مشكلة حتى لو عملناها ككونسبت يعني. فهي ما هو ده اللي هيحصل ان شاء الله بعد كده. طيب خير. وانا عموما انا برضه في الامارات زيك، فاعتقد حتى في موضوع التسعير هنبقى قريبين من بعض. طب كويس جدا. اتفقنا. تمام. بس أنا كده متشكر جدا يا باشا. شرفت بمعرفتك، شرفت. انا فاهم. حد عنده اي اسئله تانية؟ ماشي، بس سؤال اخير، هو احنا ممكن تشير معانا البرزنتيشن دي؟ ما فيش اي مشكله، بس مش هينفع احطها هنا. ممكن انزلها هو انت موجود على الواتساب بتاعنا؟ نجيب على الواتساب واكلمها. تمام خلاص، ممكن انزلها على الواتساب. انزلها على الواتساب. طيب جميل. تمام، مفيش اي مشكله. طيب في اي اسئله تانية ولا تمام؟ حد عنده اي كومنت على البرزنتيشن؟ هو كان في حد دلوقتي بيقول ان هو سجل البرزنتيشن دي. آه، تقريبا كان مصطفى، ولا كان في حد قال ان هو سجل؟ في حد كان بيسأل على التسجيل، فهو في حد سجل البرزنتيشن تقريبا اعتقد. مش عارف، هو يا ريت لو سجلها يعني ينزلها لنا او كده، السلام لان انا ما عليكم. عرفتش اسجلها الصراحة. وعليكم السلام. أنا حازم من تونس، معكم متشرف كثير أستاذ بالبرزنتيشن. في عندي سؤال لو تسمح. اتفضل. ممكن في سيشن القادمة يعني نحكوا أكثر على ال ATS البروجرامين، لأنه بنظري يعني نقطة مهمة جدا في ال KNX. مهم. برمجة عموما في الاي تي اس. لأنه البرمجة KNX ما بتصير كان بال ATS، يعني ما بعرف إذا في لوجيسيل تاني. خلاص تمام اوكي. نشوف القصة ونظبط القصة ان شاء الله. بس هو ان شاء الله يعني في السيشنز الجاية هتلاقي حاجات للاي تي اس على طول يعني. اكيد شكرا. يعني، لان احنا حياتنا كلها الاي تي اس، طبعا. ما نقدرش نعيش من غيره. شكرا كثير. العفو. طيب احنا كده خلاص تمام. هو بس اللي سجل بس المحاضرة يا ريت لو، او السيشن دي يا ريت ينزلها لو عارف ينزلها على الواتساب، او ينزلها على اي درايف ويبعتها لنا على الواتساب. وانا هحاول انزلها كمان على اليوتيوب لو هو بعتها لي، لان انا مش انا ما عرفتش اسجلها للاسف.